هل كنت تعلم أن في عمق الصحراء المغربية كانت هناك مدينة تسمى سجل ماسا؟ هل سمعت يوما عن عاصمة بنتها قبائل أمازيغية لتصبح بوابة الذهب والملح القادم من أعماق إفريقيا؟ وكيف لمدينة في الرمال أن تغني ملوكا وسلاطين وتجعل منها خزانة للتاريخ؟ سجل ماسا تأسست في القرن الثامن على يد بني مدرار، سرعان ما تحولت إلى قلب التجارة الصحراوية. منها كانت تنطلق القوافل محملة بالذهب والعبيد والملح نحو فاس ومراكش والأندلس، مدينة غنية قيل عنها إنها مخزن الذهب، وقيل إن من يسيطر عليها يسيطر على طرق إفريقيا كلها. لكن أين هي اليوم؟ اختفت المدينة وتحولت إلى أطلال منسية قرب الريصاني بعد أن غيرت القوى الجديدة مسارات التجارة، فمات القلب الذي كان يوما نابضا بالصحراء